يريدها قومه، ونهضة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ Could I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East? أول كل شيء زوال إسرائيل، زوال إسرائيل، زوال إسرائيل. ولقد وقف الملك فيصل بن عبد العزيز إلى جوار مصر في هذه الظروف، وكان نعم الرجل في وقفته، لأنه كان أيضا يقدر الرجال وتضحياتهم. وكان من فضل الله على ذلك الرجل أنه كلما التقى بسفير أجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج إلى ترجمان بينه وبين من يحدثه، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية أمريكا تعمد أن يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والإسلام. هنري كيسنجر كان وزير خارجية أمريكا، جاب طائرة الرئاسة الأمريكية وقابل الملك فيصل، وهو قاعد مع الملك فيصل مذلول. هنري كيسنجر بيقول دخلت على الملك فيصل لقيته بيصلي، فجلست وانتظرت حتى انتهى من الصلاة، فقلت له جلالة الملك إن طائرتي طائرة الرئاسة الأمريكية وهي تحتاج إلى تموين بنزين، فهل تسمح جلالتك بأن تأمر بملء خزان وقود طائرة الرئاسة الأمريكية بالبنزين؟ فرأيت الملك قد اشتد تقطيب وجهه وعبوسه، ثم نظر إلي وقال: وأنا ملك شيخ كبير طاعن في السن، أمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فهل تستطيع أن تساعدني على هذا؟ يقول هنري كيسنجر: ففهمت الرسالة، فخرجت من عند الملك مطأطئ الرأس